لو عاوز تعرف من اللي ما ينفعش يعمل عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو ده. ركز معايا عشان تعرف ايه الموانع اللي تخليك ما تعملش العملية. مين اللي ما ينفعش يعمل العملية؟ في موانع دايمة، موانع مؤقتة. ايه هي الموانع الدايمة؟ السن أكبر من 65 سنة، مؤشر كتلة الجسم أقل من 30، ارتجاع المريء من الدرجة الثالثة لكن الدرجة الأولى والثانية مفيش مشكلة، فتح الحجاب الحاجز من الدرجة الثالثة لكن الدرجة الأولى والثانية مفيش مشكلة، تقرحات المريء الشديدة، مرض مريء بارد، دوال المريء والمعدة، ضيق المريء والبلعوم، المراحل الأخيرة من مرضى الكبد والكلى. إيه هي الموانع المؤقتة؟ السن أقل من 15 سنة، المرضى النفسيين اللي عندهم اكتئاب وتوتر وقلق لحد لما يتعالجوا، الناس اللي بتاخد أدوية بتهيج المعدة زي الأسبرين ومضادات الالتهاب والمنشطات، مرضى الغدد الصماء زي كسل الغدة الدرقية ومتلازمة كوشنج لحد لما نعالج السبب، الناس اللي بتشرب كحوليات لحد لما يبطلوا، الحامل لحد لما تولد. لو عاوز تعرف ايه هي انواع عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.